عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الأسبوع 17. مباراة تقام يوم الأربعاء القادم إن شاء الله 1/2/2023 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبو ظبي والإمارات. مباراة إن شاء الله تقام على قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة. برشلونة طبعا جاي من فوز أخير بره أرضه على جيروانا 1-0، وريال بيتيس برضو جاي من فوز أخير في الدوري بره أرضه على ختافي 1-0. طبعا برشلونة في الصدارة بقاله كام أسبوع في الصدارة. مركز أول 47 نقطة، ليه 37 هدف وعليه 6 أهداف، أقوى خط دفاع. لو جينا بصينا على ريال بيتيس في المركز السادس 31 نقطة، ليه 20 جون وعليه 14 جون. فريق محترم وجيد. الاتنين كانوا لسه لاعبين مع بعض بقالهم من تقريبا أسبوع أو 8 أيام في نصف نهائي كأس السوبر السعودي اللي كان مقام في الرياض، اللي خده برشلونة لما فاز على ريال مدريد 3-1. كانوا تعادلوا 1-1 وفضلت المباراة ماشية سجال ما بينهم لغاية ما وصلوا لضربات الجزاء، وريال برشلونة كسبت 4-3. لو جينا بصينا كده للعيبة، عندك طبعا ليفاندوسكي هداف الدوري في برشلونة الأسباني ب13 هدف. يجي بورخا، في لاعب اسمه بورخا في ريال بيتيس جامد أوي، جايب 9 أهداف برضو. فهتبقى مباراة أنا حاسس إن هي دي من الفرقة اللي ممكن توقع برشلونة أو توقفها عن الانتصارات. هي ريال بيتيس فرقة محترمة كده، ونتابعها برضو إن شاء الله مع بعض. وده كل من هنا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.